السلام عليكم. حبايبنا الاهلاويه الجدعان، مش ملاحظين حاجه من بعد شكوى النادي الاهلي للجنه الاولمبيه وحاله الهدوء والسكوت، ولا في بيانات طلعت ولا في اي حاجه؟ وان كان بيدل على شيء بيدل على قوه النادي الاهلي وان في دراسه للموضوع. اما بخصوص حاله التخبط اللي احنا بنشوفها دي، اللي انا مش فاهمها بصراحه. اسلوب الردح اللي كنا بنتكلم فيه ما بين اتحاد الكوره والرابطه ونادي الزمالك، تقريبا خايف من حاجة معينة فقدم شكوى أيضا للجنة الأولمبية. فده إن دل على شيء بصراحة بيدل على موقف قوة للنادي الأهلي. ومش عارف ليه بيراودني إحساس كده، حاسس إن الموقف ده مش هيعدي على خير، وفي راس كبيرة قوي سواء من الرابطة أو من الاتحاد هتتم إزالتها. دي حاجة. الحاجة التانية للمرة المليون يا جماعة، وبخص فيها المشجعين والمنتمين للنادي الأهلي، أيا كان قرار عدم لعب المباراة، مش عايز أسميها انسحاب بصراحة عشان هي ما فيهاش أي نوع من أنواع الانسحاب. الإدارة إذا كانت القرار ده صح أو غلط، ده مش وقته. يا ريت نخلينا في ظهر مجلس إدارتنا. ولو في نوع من أنواع اللوم أو العتاب مش هينفع نتكلم فيه دلوقتي، فخلينا زي ما احنا في ظهر فرقتنا، في ظهر إدارتنا، وعلى الحلوة والمرة معاك يا أهلي.